تتوقع المديرية العامة ديال الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء بل الحالة الجوية غدا تتميز عامة بطقس بارد شوية، بارد نسبيا مصاحب بالصقيع في الصباح والليل فوق المرتفعات والهضاب العليا. ومن المتوقع تتكون كتل ديال الضباب محليا في هضاب الفوسفات والماس والسهول الشمالية وشمال غرب الأقاليم الصحراوية في الصباح. ومن المرتقب تيح شتاء ونزخات مطرية رعدية في منطقة طنجة والكوس والريف وشمال منطقة الغرب، وقطرات مطرية متفرقة في الواجهة المتوسطية والسايس وباقي منطقة الغرب والشاوية وشمال المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح قوية شوية في كل من المنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والسواحل الوسطى ومرتفعات الأطلس. وغدا تتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين -1 و5 درجات في مرتفعات الأطلس والهضاب العليا، وما بين 11 و18 درجة في الأقاليم الصحراوية وقراب السواحل، وغدا تكون ما بين 5 و11 درجة فيما بقى من ربوع المملكة. وغدا يكون البحر قليل الهيجان حتى هائج في الواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.